انتهاء مباراة النادي الأهلي وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 1-1. استطاع محمد الشيبي أن يتقدم لنادي بيراميدز في الدقيقة 85، وأدرك التعادل اللاعب أحمد رضا لاعب النادي الأهلي في الدقيقة 86. كده أقدر أقول لك بنسبة كبيرة بيراميدز بطل الدوري المصري الممتاز. طبعا بيراميدز الفريق المتكامل، بيراميدز أقوى فريق في الدوري المصري في الوقت الحالي، بالرغم من أن لعيبة نادي بيراميدز بنفس قوة لعيبة النادي الأهلي، ولكن الفرق واضح جدا في عقلية المدرب، عقلية مدرب بيراميدز اللي بيقدم أداء فني وأداء تكتيكي، على عكس مارسيل كولر العقيم فنيا في إيجاد الحلول وإيجاد الفوز في مباريات الدوري المصري الممتاز. حابب أقول لك إن بداية المباراة كانت كل الظروف تخدم النادي الأهلي. نادي بيراميدز كان يفتقد أهم عنصري الفريق، إبراهيم عادل لاعب خط الوسط الهجومي، وبلاك توريه لاعب خط الوسط الدفاعي. مش بس كده، ده كمان في المباراة حصل مهند لاشين ارتكاز ومحور فريق نادي بيراميدز على الطرد. كل الظروف دي أدت لخدمة النادي الأهلي، ولكن لم يستغل مارسيل كولر أي شيء. اتفاجئنا بتبديلات مارسيل كولر، بالتبديلات التكتيكية بخروج جناحين ونزول جناحين، بالإضافة إنه عمل تبديل فني، ولكن تبديل فني لا يغني ولا يسمن من جوع، بخروج اللاعب مروان عطية ونزول اللاعب جراديتشار. ثنائية وسام أبو علي وجراديتشار ثنائية سيئة للغاية، ما بتأديش أي حلول وإيجابية. حابب اقول لك ان النادي الاهلي بيعاني من نفس المشاكل اللي احنا وضحناها لاكتر من مره. عنده مشكله في خط وسط الملعب، في البطء التحضيري. عنده كمان مشكلة إن أي لعيب بلاي ميكر حريف مهاري هيتعب جدا خط وسط النادي الأهلي، وهيتعب خطوط الدفاع، وده اللي شفناه في الجون الأول. صديق إيجولا اللعيب اللي نزل يلعب كبلاي ميكر كصانع ألعاب، بكورة واحدة قدر يضرب خط وسط النادي الأهلي، وبتمريرة قدر يضرب بيها خط دفاع النادي الأهلي. بصراحة حط تمريرة من ألماظ للشيبي اللي صوبها بشكل أكتر من رائع في أقصى الزاوية اليسرى لمحمد الشناوي. حابب كمان أقول لك إن بطء الريتم التحضيري عند النادي الأهلي ده اللي مأثر بشكل كبير جدا جدا على حالة الفريق الهجومية. الأهلي عنده هجوم قوي، الأهلي عنده عناصر قوية، ولكن مفيش أي نوع من أنواع الإمداد. كمان مارسيل كولر عنده مشاكل فنية كتيرة جدا، تتمثل في إن مش قادر يدي أي تعليمات للعيبة، مموت لعيبة كتير جدا، قضى على لعيبة مهارية كتير جدا. بعد حالة الطرد في الدقيقة 57 اتفاجئنا إنه خرج أهم عنصر في الفريق، وهو أشرف بن شرقي وحسين الشحات. ولكن أشرف بن شرقي اللي كان المفروض يسيبه ويضمه لوسط الملعب، بحيث يبدأ يديله الحلول الهجومية الفردية، إن كان تصويبات أو تمريرات في عمق دفاعات نادي بيراميدز. كل ده كانت المفروض مارسيل كولر يلعب عليه، ولكن للأسف الشديد مارسيل كولر ما بيقدمش أي حلول. مارسيل كولر مدرب جبان، مدرب متخوف، مدرب يقدر بس يقفل ويلعب على الهجمات المرتدة في الأدوار الإقصائية في إفريقيا فقط لا غير. وبصراحة أحيانا أدوار المجموعات بتخدمه. إمة في الدوري مارسيل كولر ما بيأديش الأداء المنتظر لجمهور النادي الأهلي، والحل هو رحيله قبل كأس العالم للأندية. وأنا شايف، تعال بقى الصعيد الآخر، نادي بيراميدز. نادي بيراميدز بالرغم من النقص العددي اللي بيعانيه، بالرغم من الإصابات اللي ضربت الفريق، إلا إن عنده مدرب ذو عقلية جبارة، مدرب بيعرف يستغل كل نقطة فنية للفريق، بيعرف يستغل كل اللاعب من لعيبة الفريق، بيقدر يطور اللعيبة بتاعته، بيقدر بيقدر يعمل نجوم من الفريق بتاعه. ما بيفرقش معاه اي نوع من انواع الاصابات اللي موجوده في الفريق، عنده البديل حاضر. اي طرد او اي انذار او اي شيء بيحصل دايما بيبقى عنده حلول فنيه، وده اللي مميز نادي بيراميدز، ان هم بيمتلكوا مدرب ذو عقليه رائعه بصراحه. نادي الاهلي خلاص اقدر اقول لك بنسبة كبيرة جدا مش هيقدر ينافس على الدوري المصري الممتاز. اي نعم الفرق 4 نقاط، ولكن اقدر اقول لك ان النادي الاهلي ممكن يقع في مباريات كتير جدا، اما بالتعادل او اما بالهزيمة بالمستوى السيء اللي لعيبة النادي الاهلي بتقدمه. وده مش ناتج من اللعيبة، ده نتاج المدير الفني.